عايزة اقول لكم ان الجمبري ده غلب الجمبري بتاع اكبر المطاعم بتاعة الاسماك. جربوه بنفسكم ودوقوا وانتوا هتشوفوا، كل اللي داقوا حكم بكده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض جمبري اطعم واجمل واوفر واحسن وانضف من الجمبريهات اللي بتتعمل في اكبر المطاعم، وده بشهادة اللي داقوه. الجمبري النهاردة بطريقة جديدة جدا 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 ومختلفة. في البداية كده احنا هننضف الجمبري مع بعض في 3 طرق لتنظيف الجمبري. احنا طبعا دي حاجة اساسية انك تشيلي الكيس الرملي اللي في الجمبري، لانك لو ما شلتيهوش هو عبارة عن رملة، فطبعا يعتبر بيبوظ الاكل اصلا. في مطاعم على فكرة مش بتشيله، في مطاعم بتقدم الجمبري زي ما هو كده، ودي حاجة انا مش بحبها ابدا. وممكن انا مش من الناس اللي بتفضل ان انا اكل اسماك برا البيت. فهنشوف مع بعض طريقة تنظيف السمك. اول طريقة ان انا وانا بشيل راسه بيطلع الخيط الرملي معايا. تاني طريقة ان انا بدخل الخلة كده في اول ظهره الحتة الملوية دي، وبشيل الخيط الرملي وبدخلها في اخره كمان عشان اتأكد ان الخيط الرملي كله اتشال. تالت طريقة هنعملها مع بعض دلوقتي. عايزة بس اقول لكم معلومة مهمة، ان الدماغ بتاعة الجمبري دي زي ما انتوا شايفين كده، المادة الملونة دي، في ناس بتحتفظ بالراس بتاعة الجمبري وبتعمل بيها شوربة جمبري. بتعملها بقى، تعمل بيها ملوخية، بتسقي بيها الرز. زي ما حضراتكم شايفين كده، شلنا الكيس الرملي لما فتحنا ظهره بالسكينة. ودي انا بشوفها من اصعب الطرق، فانا بفضل طريقة ان انا بشيل الراس وبشيل الديل وبشيل بالخلة كده من اول الظهر واخره الخيط الرملي. كده بخلص الكمية كلها معاكم. ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دي كلها الخيوط الرملية اللي شلناها. عايزين ترجعوا الفيديو التنظيف بالتفصيل هتلاقوه على القناة. كده خلصت الكمية كلها معايا. هنبتدي بقى نعمل لها الخليط. المج الصغير بتاع القهوة مليته دقيق وهنحطه في الطبق الصغير، وهنملى مج تاني زيه وهنحطه في الطبق الكبير. دلوقتي هنعرف هنعمل ايه بده وبده. معلقة صغيرة من النشا حطيتها في الطبق الكبير، ونص معلقة صغيرة من النشا حطيتها في الطبق الصغير. هنا ده الملح بتاعي، حطيت معلقة الا ربع في الطبق الكبير، وحطيت نص معلقة في الطبق الصغير. وهنا معلقة كمون في الطبق الكبير ونص معلقة في الطبق الصغير، والطبق الصغير حطيت فيه نص معلقة كركم. دلوقتي بقى هنخلط كل المكونات دي بمية. الفنجان الصغير اللي مليناه دقيق هنملاه مية، وهنفضل نقلب ونزود مية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، لا تقيل ولا خفيف، قوام وسط كده زي خلطة البشاميل. حابة اشكركم من قلبي جدا 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 على تفاعلكم مع الفيديو بتاع صناعة غسالة اطباق في البيت من غير ولا مليم، وكمان الفيديو بتاع تنظيف عيون البوتاجاز، لانكم بجد 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 ابهرتوني بتفاعلكم في الفيديوهين دول، فشكرا ليكم. حطيت شوية بابريكا تدي بس لون معايا. وهنا هنقلب الطبق الصغير ده هو الكفر الخارجي للجمبريه، بس المرة دي بقى مش كفر خارجي، هنشوفه مع بعض. على فكرة الطريقة دي فعليا فعليا فرقت معايا جدا 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 في الطعم وفي قرمشة الجمبري. زي ما قلت لكم جربوا الوصفة دي وجربوه في اكبر المطاعم وشوفوا انهي اللي هيعجبكم. بنخلص الكمية كلها مع بعض. انا بحط الجمبري بغلفه كويس جدا في الدقيق، وبعدين بنزل بيه في الخليط اللي عملناه مع بعض. متنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. كده خلصنا الكمية كلها مع بعض، وهنبتدي نقلب الجمبري في الخليط ده. بنقلبه كويس جدا من غير ما تجرحي الجمبرية نفسها، بس عشان كله يتغلف بالخلطة.
بنغطيه كله بالخلطة كده وبنحطه في التلاجة لحين الاستخدام. انا استخدمته بعديها بكام ساعة. تاني يوم لما استخدمت اللي فاضل من الجمبري وعملته كان احلى بكتير جدا، فحاولي تقعديه في الخلطة على قد ما تقدري. دلوقتي في طاسة على النار بستنى الزيت لما يوصل لمرحلة انه سخن قوي، وبهديه للوسط وبنزل بالجمبري بيه. الجمبري ما بياخدش وقت كتير ابدا في السوا. يفضل طبعا تعمليه في طاسة جرانيت او سيراميك عشان ما بيلزقش، لان هو يعني بيلزق شوية في الطاسات العادية. انا تاني يوم كملت الكمية الباقية في الطاسة الجرانيت، كان خطير. بصوا عايزاكم تبصوا بس على منظر الجمبرياية كده، فظيع جدا جدا جدا. يعني بألف هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.